بص خليني اسالك سؤال بسيط جدا، انت حاسس ان 2019 كانت امبارح؟ وحاسس ان 2020 عدت في اسبوع؟ وحاسس ان 22 و23 و24 دخلوا في بعض وكانهم بلاعه؟ طب استنى، ليه ناس كتير في العالم بتقول نفس الجمله بنفس الحرف؟ الزمن بقى سريع والايام عماله تجري واحده ورا الثانيه واحنا مش لاحقين نعيش ايامنا. طيب هنا بقى السؤال الاخطر بقى، هل ده احساس نفسي فعلا ولا في حاجه علميا اتغيرت؟ وهنا مصادر الهدرونات اكبر آلة سيرنا في تاريخ البشريه، وهل فعلا البشر لعبوا في قوانين الكون ولا احنا بنحب نولع وخلاص؟ تعال نفكك الموضوع حته حته عشان اللي جاي يا صديقي عمره ما كان هزار. مشاهدينا الاعزاء، مرحبا بكم على حلقه جديده. انا بقول لك الشخص اللي هيحكي لك الحاجه اللي نفسك تعرفها. يعني ايه يا صديقي الزمن اصلا؟ بص يا صديقي، احنا متربيين على الزمن ده انه ساعه تيك توك تيك توك، بس الحقيقه ان الزمن عمره ما كان ساعه. الزمن في الفيزياء حاجه اسمها البعد الرابع، يعني انت طول عرض ارتفاع بيساوي الزمن. انت يا صديقي عمرك ما كنت واقف، انت ماشي في الزمن غصب عنك. والاخطر بقى ان الزمن عمره ما كان ثابت. البرت اينشتاين الراجل اللي شعره واقف كانه شاف حاجه غريبه قال لك ان الزمن بيبدا وبيسرع حسب السرعه الجاذبيه يا صديقي. يعني انت لو سريع جدا او قريب من جسم تقيل قوي، الزمن عندي غير الزمن عندك خالص. يعني لو واحد قاعد جنب ثقب اسود احنا هنكبر ونموت وهو لسه بيقول صباح الخير. طب ليه من 2019 بالذات؟ تعال نكون صراحه مع بعض كده. الناس بتقول ان الزمن مش سريع من 2005 ولا حتى من 1998 ولا حتى 2010. لا يا صديقي، هي من 2019 بالتحديد. وبدأ تيجي هنا الصدمه العالميه كورونا. الدماغ البشريه بتحسب الزمن بالحوادث مش بالساعات. يعني يوم مليان احداث طويله ويوم يا صديقي بيعدي بسرعه جدا. من 2020 اليوم والروتين عمال بيتكرر كل يوم. فالدماغ هنا قالت لازم نعمل فاست فورد، وبدات هنا تسارع التكنولوجيا من 2019. التيك توك بدا ينفجر ويظهر الاي اي بطريقه صعبه جدا، والدنيا بقت سكرول 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 ومحدش عارف فيه ايه. الدماغ مش معموله للكم ده، فبيحصل ايه؟ ويبدا يختصر الاحساس بالزمن. زي ما تشوف مسلسل موسم كامل في يوم فتحس ان اليوم اختفى. انت يا عم عبد الله عمال تاخدنا يمين وشمال، طب فين سرني من الكلام ده؟ حقك عليا يا صديقي، تعالى اخدك بقى معايا للوحش. يعني ايه سيرن بقى؟ ده بقى مركز ابحاث في سويسرا، عندهم اكبر آلة في التاريخ البشري، لارج هادرون كوليدر، مصادر الهدرونات العملاقه. تخيل معايا نفق طويل 27 كيلو وجسيمات اصغر من الذره بتجري بسرعه قريبه من سرعه الضوء وبتقعد تتخابط في بعض. ليه؟ عشان نفهم الكون اتكون ازاي اصلا، الماده جايه منين، وليه في وجود اصلا. نظريه المؤامره بدات من هنا. ليه سيرن بوظ الدنيا؟ بدات ناس كتير تقول ليه لما شغلوا المصادم وبداوا يفتحوا البوابات والدنيا بدات تتلخبط والكون بدا يتسرع والدنيا دخلت في تايم لاين جديد حلو ومثير بس بيخوف جدا. بس خلينا يا صديقي نهدى شويه. الحقيقه العلميه بقى، علميا مصادر الهيدرونات ما بيقدرش يسرع الزمن على الارض مهما حصل ويغير خط الزمن ويفتح بوابات زمنيه. طب ليه؟ لان الطاقه دي ضئيله جدا مقارنه بالكون، واللي بيحصل في المصادم بيحصل طبيعيا في الفضاء. اشعه كونيه بتخبط الارض كل يوم. يعني الكون يا صديقي بيقول انا مستحمل نيازك مش هستحمل شغل الاطفال ده يعني. طب ليه الاحساس عالمي اصلا يا صديقي؟ هنا تيجي العبقريه بقى. احنا بدانا ندخل عصر التسارع، يعني حياه اسرع وضغط اسرع واخبار بقت سريعه جدا. الدماغ ما بقتش تلاحق فتقول ايه ده؟ اليوم خلص؟ زي لما تكون متاخر وتلاقي الطريق عمال بيجري والساعه عماله بتجري وانت لسه واقف مكانك. وهنا بقى الجزء الفلسفي الخطير، ليه الزمن نفسه ثابت بس هنا بقى وعينا هو اللي اتغير. احنا بقينا نستهلك اكتر بكتير، بقينا نفكر قليل وبنعيش مده قليله جدا. فالزمن يقول لنا ايه بقى؟ انا زي ما انا، انتوا اللي عمالين تجروا. وهنا بقى في مفاجاه علميه صغيره. في 2020 و22 العلماء لاحظوا حاجه غريبه جدا. الارض نفسها بقت لفتها اسرع جزء من الثانيه. هي حاجه صغيره جدا بس حصلت. طب وهل ده خطر؟ لا. وفي ناس هتقول طب ده سبب احساسنا. احب اقول لك يا صديقي لا، بس الاحساس ده يخليك تقول يا صديقي ان الكون مش ثابت زي ما احنا فاكرين. خلينا بقى نقفل الموضوع ده ان مصادر الهيدرونات ما بوظتش الزمن، زي ما دخلناش تايم لاين مظلم مفيش بوابات فتحت اصلا. اللي اتغير يا صديقي الناس نفسها وحياتنا وسرعتنا ووعينا. الزمن مش بيجري، احنا اللي بقينا نعدي من غير ما نعيش. فلو حاسس ان الايام بتجري يمكن مش محتاج آلة زمن، يمكن محتاج تهدى وتفصل وتعيش اللحظه. عشان في الاخر اسوأ حاجه مش ان الزمن يخلص، اسوأ حاجه انه يعدي وانت مش واخد بالك. وبكده مشاهدينا الاعزاء نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنساش تعمل اشتراك ولايك وتفعل زر الجرس وتشوف الحلقات اللي فاتت عشان يوصلك كل جديد.